عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة بيس ميكرز لنستمر بنشر الأخبار وكل جديد. شكرا. غاني مهدي، الرجل الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات عدة بانتقاده المستمر للنظام الجزائري ضمن سياسة المعارضة التي انتهجها هو ومجموعة من الأطراف المحسوبين على جهات غربية. بعد كل هذا قرر هذا الرجل اعتزال المعارضة، كما أرسل للنظام الجزائري رسالة مقتضاها أنه يريد العودة للجزائر، كما أضاف أنه مستعد لتلقي أي عقاب، وهذا ما جعل الناس تعتقد أنه قد أدرك أن الجزائر قد تغيرت ولم تعد تلك التي كان ينتقدها سابقا. إليكم الفيديو. اليوم أتوقف عن السياسة نهائيا، وأتوقف عن كل نشاط مع ما يسمى بالسياسة في الجزائر. اليوم غاني مهدي مواطن حر، مش معارض، لا علاقة لي بالمعارضة، وسوف أعود إلى الجزائر. وعندما قلت سوف أعود إلى الجزائر، هذا هو الذي أشعل فتيل الفتنة. قال لك كيفاش أروح للجزائر؟ روح لبلادي. دخلوني الحبس، مرحبا. خلوني حر، مرحبا. أو دار ديل مع النظام، ما عندكم ما تفراكم، نظام تاع بلادي. لم أرجع للجزائر إطلاقا، ما عنده ما فراكم حياتي. وإذا كان عندكم دليل واحد بلي أني سرق، كاين العدالة في فرنسا، في بريطانيا، وفي سويسرا. لن أرد على أحد، وحسبي الله ونعم الوكيل. ولن نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.